السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هتكون وصفتنا مختلفة، يعني هتكون وصفة حلويات في نفس الوقت سهلة وبسيطة جدا. مكوناتها موجودة في كل بيت. يعني لو عندك كوباية دقيق ولتر حليب هتعملي الحلويات دي، وكمان طعمها مختلف، مش زي اي طعم من الحلويات. يعني لا شبه المهلبية ولا الكريم بروليه ولا اي نوع من الانواع دي. طعم جديد جدا وهيعجبكم جدا ان شاء الله. تعالوا بقى نبدأ الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب كسرولة وهحطها على النار، وأول ما تسخن هحط 3 معالق كبار من الزبدة مليانين، ومعايا كوباية إلا 3 معالق من الدقيق، يعني كوباية دقيق وهنقص منها 3 معالق كبار. بس أهم حاجة هنخله على الزبدة، يعني الزبدة لما تسيح شوية هنزل بالكوباية إلا 3 معالق دي من الدقيق، وهنخلهم كده بالمصفة الشاي علشان ما يبقاش فيه أي تكتلات. وهقلب بقى الدقيق ده، يعني هديله تحميصة حلوة كده شوية لغاية ما يغير اللون، يعني يتحول كده للون البيج، علشان في الوصفة ما يبقاش طعم الدقيق باين وانتي بتاكليها. مهم قوي تحميصة الدقيق دي وانتي بتسويه يعني. هقلب بقى، قلتلكوا زي ما قلتلكوا هياخد لون كده شوية. واهم حاجه ناخد بالنا من المقدار قوي، يعني الثلاث معالق دقيق اللي انت هتشيليهم يكونوا ممسوحين، يعني ما يكونوش مليانين بطريقه هرميه، علشان ده مهم جدا في القوام بتاع الوصفه. معايا بقى 4 كوبايات من اللبن. هحط شويه وهقلب، ده بعد طبعا اخدت اللون، اللي بعد ما الدقيق اخد اللون هحط شويه وهقلب لغايه ما يتقل ويبقى كريمي بالشكل ده. هبدا احط الجزء التاني، وبعدين هقلب، ولما يدوب الدقيق هحط الجزء الاخير، وده اخر جزء معايا هحطه وهقلب. هقلب بقى كده لغايه ما الدقيق يدوب معايا خالص في اللبن. شايفين بقى عامل ازاي؟ بس لقيت فيه شويه تكتلات. دلوقتي نزلته من على النار، حطيت 3 معالق كبار من السكر، والسكر ده على حسب راحتك. انا بحب الحلويات ما تكونش حلوه قوي، يعني ما يكونش السكر فيها زياده. انا حاطه هنا 3 معالق، لو حابه تزودي تقدري تعملي كده. معايا بقى كيسين من الفانيليا، حطيتهم على باقي المكونات دي، وهقلب تاني. طبعا كان ممكن اضرب المكونات دي واوريكي الشكل النهائي وخلاص، لكن انا حابه اوريكي اي حاجه تقعي فيها تقدري تعملي فيها ايه. يعني شايفين فيها تكتلات ازاي؟ حطيتها بقى في دورق، وجبت الهاند بلندر وهضربها كده كذا ضربه لغايه ما كل التكتلات اللي فيها دي تفك. وطبعا انا ما عملتهاش في الكسرولة علشان بس يعني ما تتغيرش او تتجرح من الهاند بلندر، فده بيكون افضل لو ما تحطيها في دورق او تحطيها مثلا في حاجه ستانلس. المهم ما يكونش الخامات اللي هي السافلون والحاجات دي، علشان القشره بتاعتها بتروح. شفتوا بقى قوامها بقى كريم ازاي وحلوه جدا. هرجع بقى الخليط تاني وهحطه على النار، وهقلب فيه لغايه ما يتقل معايا القوام، وطبعا الدقيق بقى يستوى، يعني ياخد كام غلوه كده، وهبدا انزله بقى واكون محضره الكوبايات بتاعتي. هحط الخليط بتاعي لغايه النص علشان الكوبايات دي كبيره. وكمان جبت كوبايات من اللي هي الجاهزه اللي بتستخدميها مره وبترميها بالغطيان بتاعتها، عملت فيها بالشكل ده. يعني لو حابه تعملي في دي او دي براحتك. دلوقتي بقى هجيب كوبايتين من الميه احطهم في دورق، و3 معالق كبار ممسوحين من النشا، وهقلبهم كويس جدا. هجيب بقى كوبايه من السكر وهحطهم في كسرولة او ووك، هسيبهم يتكرملوا. هحطهم وشاجي جنبهم خالص لغايه ما يبدا السكر كده يلون ويديني اللون البني، هبدا اقلبه. وهستمر في التقليب لغايه ما باقي التكتلات او القطع السكر دي المتجمده تدوب مع السكر. المهم عندي ان هو ما ياخدش لون غامق عشان ما يبقاش طعمه محروق. هجيب بقى خليط النشا والميه اللي عملته وهنزل بيه على السكر بعد ما اتكرمل واخد اللون البني الفاتح. زي ما قلت لكم اهم حاجه اللون عندي ما يغمقش. واول ما تحطي الخليط ده عشان هو بارد، هتلاقي السكر المتكرمل او الكراميل
بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هيديكوا كده شكل كأنه شلال كده بالظبط. شايفينه عامل ازاي؟ متماسك. قلبي بقى على طول باستمرار لغاية ما تلاقيه فك معاكي واحدة واحدة. وكمان خليط النشا والمية ده ما تنزليهوش كله مرة واحدة، يعني نزلي شوية وقلبي وشوية وقلبي، وبعد كده في الاخر حطي اخر شوية وقلبي على طول مستمر لغاية ما يبقى هتلاقيه بالقوام ده. يعني قلبي كل ما تلاقي فيه تكتلات، قلبي قلبي باستمرار، هتلاقيه فك كل التكتلات اللي موجودة فيه. ولو لقيتي بقى اي قطعة كده بسيطة تقدري تشيليها بالمعلقة وخلاص. سيبته بقى، نزلته من على النار وسيبته يبرد شوية، اهم حاجة سيبيه يبرد شوية. وتسيب كمان الخليط اللي انت عملتيه اللي هو الخليط الاساسي، هتسيبيه يهدى شوية على ما تعملي الكراميل. وبعد كده بقى تحطيهم على بعض. لو لقيتيه طري شوية تقدري تحطيه في التلاجة لغاية ما يمسك شوية، وبعد كده تنزلي عليه الكراميل اللي عملناه. هو بيتحط كده طبقة خفيفة في فوق خالص. وبعدين لما تحطي عليه الكراميل، كل ما تحطي كده اخبطي كده الكوباية او الكاس خبطتين كده علشان ينزل ويتساوى. عامة هو الخليط بيبقى قوامه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني طبعا بيبقى قوامه اخف من قوام المهلبية، وهو في الاخر طبعا بيجمد. شايفين؟ سيبي بقى يهدى شوية او تسيبيه في التلاجة ساعتين، وبعد كده تقدري تاكليه، لان هو ما بياخدش وقت طويل عشان يجمد. شايفين؟ ودي عمل معايا الكمية دي 3 كوبايات كده كبار و3 كوبايات من الصغيرين. وبعد ما سبته كده ساعتين في التلاجة، تعالوا بقى نشوفه كده مع بعض. بصوا القوام، انا عاملاه لكم واحده واحده. بصوا جميل قوي بجد. الوصفه دي تحفه جدا وهتعجبكم، وصفه جديده وهتعجبكم جدا ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهارده خلص، اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.